بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا سمك مغازل وشراغيش، سمك بحر. ان شاء الله التتبيلة دي هتعجبكم تحفة، بطريقة سهلة وبسيطة قوي في الفرن. تتبيلة بسيطة وامكانيات بسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نبتدي معانا الوصفة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كرفس طبعا دوت روح السمك اهم حاجة، في كبة كده ونحطهم. توم، مسترد، البهارات بتاعتنا ملح، بابريكا، شوية شطة صغيرين، كزبرة، كمون، فلفل أسمر، زيت، ليمون، فلفل حامي اللي حابب برضو طبعا ده اختياري، وخل، وشوية زيت، ونضرب زي ما احنا شايفين كده لحد ما تنعم معانا الطريقة. ونشرح السمك كده، نفتحه في الظهر بتاعه زي ما احنا شايفين واحدة واحدة عشان التتبيلة تخش معانا في اللحم بتاعه تاخد الطعم بتاعها. سمك البحر من أحسن أنواع السمك اللي ما تزهقش منه في أكله، يبقى تحفة بصراحة يعني. نحشي السمكة بالتتبيلة بتاعتنا زي ما احنا شايفين من جوه كده. هنديها طبعا من بره. التتبيلة ديت جربوها هتعجبكم ان شاء الله. انواع كتيرة من انواع التتبيلات في الشغل، انا بحاول ان انا اوفرها لكم من بره ومن جوه كده. حط روزماري، خد روزماري كده من جوه السمكة من جوه، هيديها ريحة جميلة وهيديها طعم احسن. ومش هتاخد وقت معانا في الفرن، متاخدش وقت كتير، من 10 دقايق لربع ساعة. رشة ملح خفيفة، كمون، رشة خفيفة كده. كل الكلام ده طبعا موجود في التتبيلة، بس احنا بنزوده لان دوت هيفتح معانا السمكة لما تتحط في الفرن. اللي احنا رشينه على الوش دوت هيجي معانا من جوه. رشة زيت عشان السمكة تتحمر معانا. وألف هنا وشفا. متنسوش متابعة ولايك وشير. مطبخ مرجان.